لا يا جماعة، ده الحلول اتصدم. شفتوا الأسماء اللي بتتقال اللي هتكون مع محمد رمضان في مسلسله الجديد في رمضان 2027؟ بصوا، هو لحد دلوقتي دي أخبار، لسه مفيش حاجة مؤكدة، بس الأسماء اللي بتتقال تقيلة قوي، تجميعتهم مع بعض غريبة قوي. بيتقال إن باسم سمرة خلاص مضى إن هو يكون مع محمد رمضان، وده من بدري. الخبر الغريب قوي بالنسبة لي إن مي عمر مضت امبارح مع محمد رمضان. مي عمر أصلا كانت قايلة إن هي هتكون موجودة في رمضان الجاي بمسلسل 30 حلقة، فهل مي عمر بقى غيرت رأيها وهتبقى مع نمبر 1 في المسلسل الجديد؟ الآن مع المفاجأة الكبرى، غادة عبد الرازق. حتة من قلبي. يتقال بقى ان التفاوض دلوقتي مع غادة عبد الرازق عشان تبقى معاهم. غادة عبد الرازق علاقتها كويسة مع محمد رمضان، ولسه كانوا مع بعض في حفلة السفارة الإيطالية. ما اعتقدش لو الموضوع اتعرض عليها ممكن انها ترفض. اسماء اللي بتتقال لمسلسل محمد رمضان تقيلة، زائد ان المؤلف احمد مراد، المخرج بيتر ميمي. واضح ان موسم قوي، وواضح ان في ناس كتير هتراجع نفسها ان ممكن ما تعملش مسلسلات رمضان الجاي عشان خاطر محمد رمضان موجود.